السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو انت من الناس اللي بتتنفس كورة يبقى انت في المكان الصحيح. يا مساء التحفيل ويا صباح الحماس. احنا النهاردة قدام واحدة من اقوى حلقاتنا على القناة، علشان هنفجر مع بعض ملف كبير جدا ومليان مفاجآت، صفقات، كواليس، قرارات مصيرية، وكل ده من قلب المطبخ الكروي في مصر. لكن قبل اي حاجة وكالعادة ما تنساش تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وما ننساش أبدا دعمكم اللي بيخلينا نكمل. دوس لايك الجميل كده وخلينا نوصل الفيديو ده ل1000 لايك على الأقل، وأدينا في ظهر بعض عشان المحتوى الكروي المصري يرجع ياخد مكانه الطبيعي تاني وناس كتير تتفرج على الفيديو. مستنيك تقول رأيك في كل حاجة في التعليقات بعد ما تسمع التفاصيل، ويلا بينا نبدأ ونولعها سوا. وإليكم أهم العناوين اللي هنتكلم عنها النهاردة. القرار النهائي من لجنة التظلمات في أزمة قمة الأهلي والزمالك، خصم ال3 نقاط من النادي الأهلي ولا لأ. تفاصيل سقوط الزمالك قدام بيراميدز وعواد في قفص الاتهام من تاني. الأهلي ينتصر على سيراميكا في اللحظات الأخيرة، وبن شرقي يصنع الفارق. تحركات الأهلي لضم صفقات نارية على هل زيزو خلاص وقع للأهلي ولا إيه الحكاية؟ كل ده هنشوفه في التفاصيل. طلب رسمي من الأهلي لاتحاد الكرة بزيادة عدد الأجانب، وده معناه إيه؟ تحليل شامل لترتيب الدوري ومين الأقرب للقب. وإليكم التفاصيل الكاملة. أزمة القمة، قرار لجنة التظلمات المنتظر، الحدث الأكبر اللي مصر كلها بتتكلم عليه. انسحاب الأهلي من القمة ضد الزمالك، الماتش اللي الأهلي رفض يلعبه بسبب غياب طاقم تحكيمي أجنبي في القمة رقم 130 رغم أن الزمالك حضر والحكم كان موجود والملعب كان جاهز. في البداية رابطة الأندية أعلنت اعتبار الأهلي منسحب ومهزوم 2-0 وخصم 3 نقاط في نهاية الموسم. لكن الأهلي قدم تظلم رسمي، وفعلا الرابطة عدلت القرار هزيمة فقط بدون خصم 3 نقاط. هنا الزمالك احتج وقال القانون واضح والخصم واجب. دلوقتي لجنة التظلمات هتحسم الجدل وقرارها منتظر يوم الخميس الجاي، واللي هيكون نهائي وغير قابل للنقد. فايه الاحتمالات؟ اكتب لنا في التعليقات. لو لجنة التظلمات شافت ان انسحاب الاهلي بدون عذر كافي، النقاط ال3 هتتخصم. لو اقتنعوا بمبررات النادي الاهلي، القرار الحالي هيستمر، واللي هو خصم 3 نقاط مش هيكون موجود، فقط هتبقى هزيمة 2-0. واللي ممكن يقرب ترتيب الدوري او يقلبه رأسا على عقب. فخليك متابع معانا ايه التفاصيل. 2 الزمالك يخسر من بيراميدز من تاني، ماتش غريب جدا من الزمالك، اداء مش بطال لكن الاخطاء بتتكرر، والحارس محمد عواد بيرتكب غلطة كارثية من تاني. الكورة بتفلت من قدام ايديه من المرمى، وابراهيم عادل بيستغل الفرصة ويسجل هدف الفوز لبيراميدز، والنتيجة خسارة الزمالك 0-1 لبيراميدز. بيراميدز يخطف 3 نقاط غالية جدا، ومرتضى منصور يهاجم الإدارة الفنية. الزمالك بقى بعيد عن المنافسة وبيصارع دلوقتي على مركز مؤهل لأفريقيا. السؤال هنا، هل في تغييرات جذرية جاية في الزمالك ولا الجمهور خلاص فقد الأمل؟ الأهلي ينتصر على سيراميكا بشق الأنفس في ماتش كان ممكن يضيع. الأهلي قدر يحقق فوز قاتل 1-0 على سيراميكا كليوباترا، والفضل يرجع للنجم المغربي أشرف بن شرقي اللي بيثبت كل يوم إنه في صفقة رابحة. بن شرقي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة بعد ضغط رهيب من الأهلي طوال الشوط الثاني. الفوز ده رفع رصيد الأهلي ل49 نقطة، أكد إن الفريق راجع بقوة بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا، وخلى الجمهور يصدق إن اللقب لسه في الملعب. زيزو في الأهلي وصفقات نارية على الأبواب.
السوق مولع والاهلي شغال بصمت، بس الضرب تحت الحزام شغال. احمد السيد زيزو نجم الزمالك بحسب مصادر قريبة جدا من الناديين الاهلي والزمالك وقع فعلا للاهلي لمدة 4 سنين. الاعلان الرسمي هيكون خلال ايام قليلة. ومش بس كده، كمان وقع للاهلي تريزيجيه من طرابزون التركي، وده جاي في الطريق. بن رمضان من فرنكفاروزي، وسيحة حارس المقاولون العرب خلاص بنسبة 99% وقع للأهلي. رجوع حمدي فتحي من قطر على سبيل الإعارة. يعني احنا داخلين على موسم الأهلي ناوي يكون فيه فرقة مرعبة في أفريقيا ومحليا. الأهلي يطلب زيادة عدد الأجانب رسميا. مفاجأة من العيار الثقيل. الأهلي قدم طلب رسمي لاتحاد الكرة يطالب فيه برفع عدد اللاعبين الأجانب من 5 إلى 6. يا ترى ليه؟ الإجابة عشان يقدر يحتفظ بنجومه ويجهز الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية. وهنا الاتحاد بيدرس الطلب حاليا، وفي أصوات جوه الجبلية موافقة عليه، خصوصا ان الفكرة هتفتح السوق قدام اللاعبين وتزود المنافسة. 6. ترتيب الدوري والخريطة بعد الجولة الأخيرة. بعد انتهاء الجولة الأخيرة الترتيب بقى كالآتي: الأهلي في المركز الأول 49 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني ب47 نقطة، والمقاولون العرب يحتل المركز الثالث ب43 نقطة. أما الزمالك ففي المركز الرابع 41 نقطة، والاتحاد السكندري ب38 نقطة في المركز الخامس. الفرق بين الأهلي وبيراميدز نقطتين بس، وأي تعثر من هنا أو هناك ممكن يغير المعادلة في الدوري. الزمالك للأسف خرج من المنافسة بنسبة 90%، ولو ما كسبش في الماتشات اللي جاية ممكن ما يشاركش حتى كمان في الكونفدرالية. وده كان كل اللي حصل في الكرة المصرية الأسبوع ده. قرارات، صفقات، أخطاء كارثية، وفوز صعب. لو وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى أنت جامد جدا، وبدعيلك من قلبي ما تنساش اللايك الجميل، ونوصل الفيديو ده ل1000 لايك على الأقل. وسؤالي ليك النهاردة: هل شايف ان الأهلي فعلا يستحق خصم 3 نقاط في آخر الموسم؟ وكمان هل زيزو لو راح الأهلي الزمالك هيقدر يعوضه ولا ايه الحكاية؟ مين تتوقع يفوز بالدوري السنة دي، الأهلي ولا بيراميدز؟ هستنى تعليقاتكم تحت، وبشوفكم في الحلقة الجاية. وتحيا الكرة المصرية دائما، أشوفكم على خير.